بدأت علوم الذكاء الاصطناعي في الخمسينات من القرن الماضي، لكن التطبيقات الحقيقية والمجزية اقتصادياً لم تظهر إلا في التسعينات بعد انتشار الإنترنت ووفرة البيانات. ويمكن تجزئة هذه المراحل إلى 4 مراحل. أولاً، مرحلة الإنترنت، حيث تعتمد بشكل أساسي على أنظمة الاقتراح Recommender System، والتي تستطيع من خلال بيانات تصفح المستخدم تقديم مقترحات مشابهة أو متوقعة للمتصفح مثل موقع أمازون. ثانياً، مرحلة قطاع الأعمال، هذه المرحلة كان لها مردود مالي كبير، فباستخدام قواعد البيانات أمكن التنبؤ بأسعار الأسهم، وظهرت ظاهرة شراء الأسهم عبر خوارزميات Algorithmic Trading. ثالثاً، مرحلة الإدراك، وتشمل هذه المرحلة النجاح في التعرف على الصور والفيديوهات Computer Vision، والتعرف على اللغة NLP، والتعرف على الصوت Speech Recognition مثل برنامج سيري على الآيفون. رابعاً، مرحلة القيادة الذاتية، رغم أننا لم نصل لهذه المرحلة بعد، لكنها ستكون الأكثر تأثيراً على حياة البشر وذات العوائد المالية الأضخم. لذلك السباق حامل وطيس في هذا المجال على نطاق الأبحاث والشركات العملاقة.